مرحبا، شهر جديد، سبتمبر مبارك، طاقات جديدة وانفتاحات وحصاد وزراعة كل ما هو جديد، حصاد القديم وزراعة الجديد. شهر حصاد بامتياز، رقم 9، طاقة النهايات، نهايات ما زرعنا، نحصد ما زرعنا. الكسول يحصد زراعته، والمجتهد يحصد زراعته، ولكل امرئ ما نوى وما اجتهد. طاقة رقم 9 هي طاقة النهايات، يعني عندك مشروع فراح تحصد نجاح بعد 9 شهور. 9 شهور يولد إنسان بعد رحلة حمل. فطاقة رقم 9 هي طاقة النهايات، لبدايات جديدة، مو انتهينا، لبدايات جديدة، ينتهي هدف أخلي هدف جديد. فطاقة نهايات وبدايات شهر 9، حتى شكله بالعربي وبالإنجليزي هو نفس الشكل، اللاتيني كله هو نفس الشكل ينكتب. طاقة مرتبطة بالسماء ومتجذرة بالأرض. فطاقة رقم 9 هي طاقة نهايات لبدايات جديدة. ما كنت أنت في 9 شهور الماضية راح تحصد الآن في أشهر الخريف، اللي هي من طاقة الهواء. بلشنا رسميا بطاقة الهواء، وبعد 21/9 راح تبدي طاقات تدخل جديدة، تصير هواء وماء، لكن الهواء هو الغالب حتى نوفمبر. كل موسم الخريف هو طاقة هواء، هو يعتبر من العنصر الطاقي الهواء. كل سعي أنت قمت به خلال 9 شهور ماضية راح تحصده في شهر 9 سبتمبر. كل زراعة، كل مرحلة بدأتها قبل 9 شهور من شهر الواحد خلينا نقول، أو من شهر 12 من بداية السنة 2024 راح تشوف بوادر الحصاد. البداية في الحضارات القديمة وحتى يومنا، حصاد أغلب المحاصيل اللي يعيش عليها الإنسان مثل الرز، الحنطة والشعير، تكون التمر تكون في شهر 9، وخاصة الرز المصريين، إخواننا المصريين يسموه عيش، وحتى أغلب الدول الخليج يسموه عيش، يسموه رز. الرز هي كلمة تعني ما يساعدني أو ما يقومني على الحياة، رايز، الشيء اللي يعيش من حياته، من قوته. الرز هو الشيء اللي يعيش من قوته في كل اللغات، في الصين حتى، في الصين، الهند، شرق آسيا، كلهم المعنى لكلمة رايز إنه هو الشيء اللي يخليني أعيش. حصاد العيش أو حصاد الرز والحنطة والشعير يكون في أغلبه في أشهر الخريف، أغلبه. في ناس تحصد موسمين، في دول تحصد موسمين، في دول تحصد موسم واحد، غلة للسنة كلها. فمن الحضارات القديمة، سومر وبابل ومصر القديمة، كانوا يحصدون في شهر 9. والتمر أيضا اللي يعتبر عمود الحياة، يعملون من عنده دبس وكثير أشياء. والسنة النبوية كلها تؤكد على أهمية العيش وأهمية التمر لحياة الإنسان ولصحته، غذائك دواءك. إذن هاي رموز الطبيعة تعطينا رموز وطاقة كل شهر. وبما أنه الأشهر هذه هي أشهر حصاد، إذن هي تنعكس على حياتنا الشخصية أيضا. فكل ما فعلته في الأشهر السابقة أحصد نتائجه في شهر 9، لأن طاقة رقم 9 هي من طاقة الحصاد. ونؤكد دائما أننا لا نعطي طاقة الشهر ولا نعطي توقعات، لكننا نعطي طاقة الرقم، وطاقة الرقم هي اللي تفتح أمامنا العناصر الطاقية وكل شيء يرمز لهذا الرقم. إذن شهر 9 من طاقة الرقم 9 شهر مبارك، وفيه ما سعيت له راح تحصده. فلا تقول إنه أنا ليش خابت ظنوني بهذا الشهر، لا، أنت كنت كسلان. فاجتهد حتى تزرع، لأن هو شهر نهاية وبداية، شهر نهايات لبدايات جديدة، وكل موسم الخريف هو نهايات لبدايات جديدة. إذن موسم مبارك، شهر مبارك، واجتهد أن تكون في الموسم القادم وتكون وتحصد أحسن ما تزرع. ازرع صح
تحصد صح. وأيلول مبارك وشهر كريم ومبارك لكل إنسان كريم وكل إنسان يحمل البركة لغيره. نلتقي.